صباح الورد والخير والسعادة على أحلى ناس في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. هنعمل مع بعض النهاردة اللبنة التركي اللي هي اللبنة الكيري بطريقة سهلة وبسيطة. حاجة كده وهم هتطلعي عظمة حرفيا لو اتبعتي معايا كل التفاصيل ومشيتي على كل التفاصيل بتاعة الوصفة بتاعتنا هتطلعي عظمة، ومش هتجيبي تاني لبنة من بره ولا حتى جبنة. دي هتغنيكي عن اي وصفات بين اللبنة او الجبنة عملتيها قبل كده. بس اهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. انا اختك هالة، عايزاكي تدعميني وتقولي لي في الكومنتات لما تجربيها وتوهميهم بجمالها وسهولتها والتوفير اللي هتوفرها لهم. اول حاجة هنبتدي مع بعض. انا هنا معايا زبدية وكيلو من اللبن الحليب. هحط كده كام معلقة من اللبن بتاعي بدرجة حرارة دمعة العين. اهم حاجة اللبن بتاعي بغليه وبسيبه يهدى خالص لحد ما يوصل لدرجة حرارة دمعة العين، وبقعد اقلب في الزبادي كده عشان مش عايزة اي تكتلات في الزبادي بتاعي زي ما انتي شايفة كده. بحط عليه بقى معالق من اللبن اللي انا هعمل بيه اللبنة لحد ما يدوب خالص. عايزه تجيبي زبادي جهينه او اي نوع زبادي عادي تمام، بس انا اللي كان متوفر ليا بلدي فانا يعني اسكت. لا طبعا هنعمل بيه وهيبقى زي القمر برضه، هيبقى احلى كمان من جهينه. وهنزل كده الكميه بتاعتي كلها على اللبن بتاعي. انا هنا نص كيلو اللبنه هيعمل معايا من كيلو لربع من اللبن، بس انا هعمل بالربع ده زبادي يوناني. في فيديو تاني هبقى اقول لكم كل تفاصيله، بس يبقى كده كيلو لربع من اللبن هيطلع لي نص كيلو لبنه كيري تركي قمر خطيره، ولا اطعم ولا احلى من كده. هقعد اقلب فيه كويس جدا 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 لحد الزبادي ما يدخل في اللبن بتاعي، وهحطه في حمام ماء ساخن، ماء بيغلي. المية لازم تكون بتغلي، وهبقى مولعة الفرن من قبلها بنص ساعة. الفرن يسخن كويس جدا، وهقفل الفرن قبل ما ادخل اللبنة بتاعتي، قبل ما ادخل اللبن بتاعي. هغطيه بفوطة كده زي ما انتم شايفين، وهحطه في الفرن الساخن المقفول 4 ساعات بالظبط. ايوه هي الوصفه اللي انا حطيتها لكم قبل كده، بس دي قلت برضه احطها لكم تاني بتاعه الزبادي، بس المره دي هنعمل بيها لبنه. هي لحد كده احنا عملنا زبادي مصري بلدي عادي خالص. تمام بميته بكل الزبادي بتاعنا الجميل اللي بنفتح العلبه نلاقي فيها الميه زبادي فريش خطير تحفه. عايزه توصلي لحد هنا وخلاص تعملي الزبادي القمر ماشي، بس احنا هنعمل بالزبادي القمر بتاعنا ده احلى لبنه تركي ممكن تكوني جربتيها في حياتك. عايزاكي لما تجربيها ما تبقيش بخيله وتيجي تقولي لي في الكومنتات قالوا لك ايه لما دقوها. مش هيصدقوا ان انت اللي عاملاها، يفتكروكي جايباها من مكان بقى يعني غالي بقى وبتاع، وهي كلها على بعضها بكيلو الا ربع لبن اصلا. وشوفوا بقى نص كيلو اللبنه التركي الكيري بكام دلوقتي. بصي بقى ملحك انتي واللي تحبيه، بس انا بفضل نص معلقه ملح. انا برضو عايزاها مش مايله للقشطه قد ما تكون ان هي برضو في الاول وفي الاخر لبنه بس في نفس الوقت دلع شويه. فهنحط نص معلقه من الملح ودوقيها برضو. لو انتي الملوحه انتي تقدري تظبطيها على حسب مزاجك، بس هي احسن حاجه انا وصلت لها. وبعد كده بقى هقلب الزبادي كويس. انا جالي مكالمه فعشان كده معلش، بس مش عارفه الصوت راح من عندكم ولا هصفيها. هحط زي قماشه عندي، اي قماشه عندك نظيفه، شيفونه، طرحه شيفون ما بنتك ما بتلبسهاش ولا انت ما بتلبسهاش، اغسليها بس كويس وتكون لونها فاتح عشان لونها غامق ممكن تطبع في الجبنه بتاعتنا. فاغسليها كويس. لا اما لو عندك بقى الصفايه اللي هوريها لك دلوقتي دي، انا ده الزبادي اللي هعمله ده ملناش دعوه بيه. ده المفروض كان يبقى اوت اوف كاميرا، بس معرفش ايه اللي خلاه يتصور يعني معانا، بس معلش. ده ربع كميه اللبن كده هعمل بيه ده زبادي يوناني، وهنزله لكم بكل تفاصيله في فيديو تاني. بس انا هنا كنت بوريلك البصي، هي دي الوصفه اللي ممكن ما نحتاجش فيها اي حته ولا بقى شاشه ولا شيفونه ولا اي حاجه. هتطلع معانا برضو وهتصفي الميه وهتطلع معانا احلى لبنه ممكن تجربيها في حياتك. انواع الجبن كلها والزبادي وكل الانواع دي بتتعمل من اللبن. هعمل لكم سلسله الجبن كلها بالزبادي اليوناني بكل حاجه ان شاء الله ان شاء الله. تابعوني بس، وهنزل لكم اوفر الوصفات واحسنها كمان. تتعمل في البيت حاجه بنظافه وجوده ولا احلى من كده. هنا بقى 3/4 الكميه اللي هي كيلو الا ربع من اللبن حطيتها هنا.
بالزبادي. عايزه تحطي كل الكميه وتعمليها لبنه، بس انا كنت عايزه اعمل زبادي يوناني يعني، بس انت عايزه تحطي كل الكميه تمام ولا اي حاجه، بس انا كنت عايزه اوريكي ان الاتنين هيصفوا نفس الكلام. هنا بعد 5 ايام بالظبط، ايوه 5 ايام، عشان تطلعي اللبنه التركي الكيري اللي بتروحي تشتريها بفلوس قد كده من بره. شايفين صفت ميتها كلها ازاي؟ انا هنا كنت بوريكي هي ازاي صفت ميتها، يجي ربع الحله ميه. مقادير الايام اللي بتقعدي فيها هي اللي بتحدد انواع الجبن اللي انت هتعمليها. 5 ايام يطلعوا لك احلى لبنه. انا هنا كنت شايفاها من وجهه نظري تقيله قوي، يعني هي طبعا خطيره والطعم ولا احلى من كده، بس زي ما انتم شايفين تقيله قوي، تحسيها قشطه كده، فانا كنت عايزه اخففها شويه. انا ما اعرفش الحته دي ما اتصورتش ليه، مع اني صورتها لكم. حطيتها في الكبه او حطيها في الخلاط لو انت حباها تبقى زي كده، عايزاها تقيله تمام. حطيتها في الكبه وحطيت عليها 5 معالق لبن كبار، وبقت معايا بالقوام ده زي ما انت شايفه، بقت معايا كريميه كده وسلسه، حاجه كده تنفع في سحور، حتى لو في فطار عادي، في عشاء، مش عايزه تعملي غدا تقيل تعملي جنبها بيضتين حته جبنه، حاجه وهم حرفيا. جربيها وصدقيني هتشكريني. وشويه بقى زيت زيتون كده وحبه بركه، حاجه كده خطيره بجد. كانوا بيدعوا لي ما كانوش مصدقين اصلا ان انا اللي عاملاها، عاملين لي لا في سر، هو مفيش اي سر، هي الفكره بس في ايه، في نفسك انت يا قمر، وسهله وبسيطه، ومش هتاخدي 5 دقايق واقفه في المطبخ. وبالهنا والشفا على قلوبكم حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين. يا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. عايزاكم تجربوها، ولما تجربوها تعالوا قولوا لي في الكومنتات بقى قالوا لك ايه. باي باي.